صباح الخير. آية بتمر علينا كتير قوي واحنا بنقرا القرآن. لله جنود السماوات والأرض. حاجة حلوة قوي إنك تبقى عارف ومتأكد إنك لو وقعت في أي مشكلة، حتى لو أنت لوحدك، الدنيا كلها ما فيهاش بني آدمين حواليك، فأنت هتبقى واثق إن ربنا له جنود السماوات والأرض اللي ممكن تستعين بيهم بعد الله. تقول يا جند الله أعينوني، وانت واثق ان في جنود لله سواء كانت على الارض او في السماء هتدافع عنك او هتيجي تساعدك، ايا كان هتكون في صورة ايه. كل حاجة على وش الارض هي جند من جنود الله، ربنا بيسخرها وبيبعتها فقط لمساعدة عباده. ومش معنى ان ربنا هيبعت لك مساعدة ان انت بشرط ان انت بس عشان انت عبد صالح. ربنا مش هيقولك لا انت ما عبدتنيش النهارده، لا انت ما ذكرتنيش النهارده، لا انا ما ينفعش ان انا ابعت لك حد يساعدك عشان انت مش بتفتكرني وانت بتعمل معاصي طول الوقت. ربنا بياخد الحق وبيعاقب والكلام ده كله، لكن انت مجرد ما وقعت في مشكلة، مهما كنت عاصي، مهما كنت غلطان، ربنا بيساعدك طالما قلت يا رب ولجأت له، طالما استعنت بيه أو لجأت له وطلبت منه يبعت لك اللي يساعدك. ربنا له جنود السماوات والأرض اللي بيبعتهم إن هم يساعدوا عباده، إن كلنا في الأول وفي الآخر خلق الله وعباد الله. وبتاعتنا احنا دي بقى، يا ترى احنا قادرين نكون عباد صالحين ولا احنا بس عباد لله، بس عباد مؤذيين، عباد مشككين، عباد مضللين. فبالتالي احنا بقينا على الأرض جند من جنود إبليس. طب أنا إزاي أبقى جند من جنود إبليس؟ أنا ما بأذيش حد، ما بعملش. لا، أنت بتأذي لما تدخل تفضح حد، لما تدخل تعلق على حد وتهاجم حد، لما تدخل توجع حد. الكلام ده بالنسبة للسوشيال ميديا، بصوابعك بس كتبت تعبير أو كتبت جملة وجعت بيها حد، تريقت فيها على حد، تنمرت بيها على حد. لما تعمل فيديو أو تكتب بوست يهد كيان دولة ويزعزع أمان ناس، أيا كان أنت بتقوله بهزار ولا بتقوله إيه، فأنت جند من جنود إبليس. أنت كنت سبب في إن الناس لما قرت أو لما سمعتك اتزعزعت ثقتها بالأمن والأمان، اتزعزعت ثقتها إن رزقهم وقوتهم وحياتهم وحمايتهم في إيد الله، ويبدأوا يظنوا بالله الظنون. ويعني من أسوأ الحاجات اللي العبد ممكن يعملها إنه يظن الظن السيء بالله. طب أنا إزاي عملت كده؟ أيوة، ما أنت لما تدخل تقول للناس الدنيا خربت والدنيا خراب والدنيا مش عارفة إيه وحصل إيه وسوي، ماشي، ما اختلفتش معاك. إحنا مش ربنا اللي عارفين بكرة الدنيا ممكن تتقلب رأسا على عقب، وإيه اللي ممكن يحصل فيها بكرة. الدنيا دي كلها ممكن تتغير في لحظة، وإيه ممكن يحصل فيها. ربنا قال كل يوم هو في شأن، كل يوم ملهوش علاقة بالتاني، كل يوم له عنده حكاية وقصة تانية. كل اللي مطلوب مني آمن وأثق في الله، وأثق إن ربنا وحده هو اللي بإيده كل حاجة، وإن ربنا طول ما هو لسه مغضبش علينا ومنع عننا رحمته ورزقه فإحنا في أمان. فما كنش أنا جند من جنود إبليس وساعد على تدمير نفسيات وبشريات والثقة وزعزعة بالله وزعزعة بالثقة بالله، سوري، وإن أنا أقلق الناس وخوف الناس وارهب الناس. ده اللي بيخوف الناس وبيرهب الناس عباد الله. ربنا بيبصله بنظرة غضب وخوف يوم القيامة. انت قدها، انت قلت كلمة، شوف ودتك فين، شوف وديت وراك كام حد. يعني اتقي الله في نفسك مش في غيرك يا سيدي، اتقي الله في نفسك وفي ذريتك. اتقي الله ما تكونش عون لإبليس في رعب الناس وهلع الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله بجد.